واحد السؤال خفيف ظريف المالينوات ديال احمد الشرعي اللي كيتسناو كل فرصه انه يخرج بن كيران في شي مؤتمر انه يتكلم باش يجاوبوه. علاش بن كيران ملي كيخرج كيدير الخطاب تقريبا ساعه ولا ساعتين ديال الهضره، كيتكلم على الاوضاع الاقتصاديه والاجتماعيه والفشل ديال الحكومه والبرامج ديال الحكومه الفاشله، وكيهضر شويه على فلسطين وكيهضر على نصيحه اجتماعيه للنساء وداكشي. علاش نتوما ما كتهضروش على داكشي كامل وكتختاروا اما يهضر على فلسطين واما يهضر على يعطي نصيحه ولا شي حاجه باش تجاوبوه باش تخرجوا ديك باش تنبحوا. كنهضر على الاصلاعي وهذوك البخيخشات اللي كيجيو في الصباح وداكشي. علاش ما كتقدروش تناقشوا في داكشي اللي كيقول على صندوق الضمان الاجتماعي وصندوق التقاعد والفشل ديال الدعم ديال المتضررين ديال زلزال الحوز؟ ما كتهضروش على الشيء هذا كامل، ما كتجاوبوش. علاش ما عندكمش الجواب؟ ولكن نتوما معروفين بالنبيح، كتنبحوا. واحد السؤال غادي نسولو لسي يونس الدفقير. في 2022 على ما اظن ولا 2021 كنتي خرجتي بواحد المنشور كتقول بانك انت غتاخذ الملف ديال حراس الامن الخاص على عاتقك وغادي تناضل عليه باش ان الناس هادو ينصفهم المجتمع وتنصفهم الحكومه وياخذوا حقهم، وحتى هما يتخلصوا كيف الناس، وحتى هما يوليو يتخلصوا بالسميك، وحتى هما يكون عندهم العطل السنويه والاسبوعيه وكذلك. لانه كانت تسرق لك واحد البيسي، كنظن على ما اظن كانت تسرق لك واحد البيسي واحد الديسك ديالو داكشي، ولكن ان فوا رجع لك البيسي صافي طويتي الموضوع ومسحتي المنشور ومشيتي. علاش؟ اذا انت ماشي صحفي. دابا نتوما عندكم النضاله من اجل مصلحتكم الشخصيه. نتوما مالينوات وغتبقاو مالينوات، كتنبحوا غير كتنبحوا. وشوف غير التعاليق اللي عندكم نتوما في الفيديوهات، شوف تدخل على التعاليق غتلقى بان حتى واحد ما حاملكم، لا نتوما لا رئيس حكومتكم لا وزرائكم لا احزابكم. نتوما منبوذين من المجتمع وغتبقاو منبوذين، وغترجعوا في 2026 راه غترجعوا عاوتاني تمارسوا المعارضه، وديك الساعه تبداو تهضروا على الغلاء، وغتبقاو نشوفوكم كتهضروا على غلاء الاسعار، ونبقاو نشوفكم كتهضروا على غلاء المحروقات، وغادي نشوفوكم كتهضروا على البرامج الفاشله، ديك الساعه توليو مناضلين ديال بصح. ملي رجع الحزب ديالكم، الحزب ديال سيدكم المزبله التاريخ، منين رجع